المجتمع والظروف احيانا بيفرضوا قيود ويحددوا مسار اجباري وتسلسل معين لحياتك، اللي هو انت تدرس، تتخرج، تشتغل، تتجوز. طيب هل ينفع اشتغل واتجوز وبعدين ادرس واتخرج؟ عملها كريم السيد. طب هل ينفع وانا بدرس اثناء الدراسه اتجوز وبعدين اكمل دراسه واتخرج واشتغل؟ عملها شاب اسمه كريم الشيخ على يوتيوب ومشارك التجربه، متجوز وعنده 18 سنه وطالب في كليه طب، وتجربه رائعه يعني، هي خارج المألوف وخارج المتعارف عليه تماما، ومثال يوضح لك ان مفيش قاعده. طيب هل ينفع ادرس واشتغل وانا بدرس واتجوز وانا بدرس واشتغل وبعدين اتخرج؟ حصل. وجس وات دي من الصدف العجيبه، شاب برضه اسمه كريم الشيخ وبرضه في كليه طب، اظن اتخرج السنه دي او اتخرج السنه الجايه، يعني اعرفه عمل كده. ليه احنا جبنا مثال الجواز بالذات؟ علشان يعني دي حاجه بتلمسنا كلنا، وحاجه يعني المفروض ان هي خطوه اساسيه ومهمه جدا في حياه كل واحد. فديت بتوضحك ان مفيش نموذج ثابت، مفيش حاجه ان هو انت تعمل كذا وبعدها كذا وبعدها كذا، لا،